يا بطل ايش لا تسوى؟ بيت. ما شاء الله عجبني البيت هذا، تجيبه لي؟ لا، أسكن أنا وأخوتي. معكم بيت افضل من هذا، اجيب هذا لي. لا، بيتنا رجال مطلع فوقنا. ابوك ليش ما يصلح بيتكم؟ أبي بالسماء. كيف ابوك بالسماء؟ أبي نعم. أبي نعم. أبي نعم. أتعب القلب برقاك مع السلامة. حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب خير ان شاء الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا يا رجال لو حصل معي موقف طلبتكم فزعة أنتم قدام. الله المستعان والمواقف شاهدة. معه يا رجال حصل معي موقف وأنا ماشي بالسيارة، في طفل قال لي أدب علي، نزلت لعند الطفل أكلمه، واحد اعترضني ورمي علي وهو لا يقرب للطفل ولا يعرفه. ما عاد من بالي يدفع سلاحك عليك وانت مخاوي رجال. دماء ربي وقت ما السعيد عام ما عاد في جابه احتمال الموقف يفوت. ما عليك من هذا. ترفع سلاحك علي. هذا طفل يتيم، اسمعوا ايش اللي حصل وانتم الحكم. ما جينا عشان تحكمنا. اسمع، حسب عرف اليماني من قديم الزمان نمشي على النهج ثاني عهد ما نقطعه، ما كل ما قال فزعه جينا نفك الامان، وانسان حكمنا هو اكبر عيب ما نسمعه. العقل كيف الملوك اللي عليه الضمان، والهماجه سلاح يضر الشخص ما ينفعه، وما دام القضيه فيها يتامى كانها افلام. اسمع الطفل هذا ونحكم بعد ما نسمعه. شوف يا بطل، انا جنبك، اتكلم ايش اللي حصل وما احب اكلمك. أنا كنت هنا. ايش قلت؟ خربت البيت. تقول لنا قليل ادب. اوه ايش صايح على الولد؟
أنت ما نبدأ. بدك تتمرجل سلاحك معك ها؟ مرجع على سيادة. هذا انذار بس، لو مديت يدك ان الثاني في راسه. طيب أنا برويك كيف تحمل السلاح. طيب أنا برويك كيف تحمل السلاح. صحيح بالناقة وفزعة وذو عزه وشان، لكن لا صاحبي غلطان بالحق براجعه. الحق مثل الشمس واضح لنا ظاهر يبان، والطفل جاوبنا بقصة حزينة موجعة، فيها إما نظهر بموقف يرتفع به للعنان، ولا فلا عاشت مواقف بالخزام مترفعة. إن كنتم مع الحق نصلح لا يفوت الأوان، ولا تزيدوا معابركم واشعلوها وانا معه، واشعلوها وانا معه. صدق صادق طول الحياة، ولا عداوة بيننا لا ما نموت. احنا قد زلينا مع اننا لا نرضي، الوقفة على باطل ما يحق الرجال. يا رجال أنا أخطيت ومعترف بخطأي، واللي ما يعترف بخطأه ما هو ولد ناس. نعم محكمين. وصلتم؟ ما عاد أشتي إلا شيء واحد، إن الولد هذا يسامحني. ما عاد أشتي إلا شيء واحد، إن الولد هذا يسامحني. سلام ربي عليكم أينما كنتم. طبعا الرسالة من هذا الفيديو، أولا احنا الشعب اليمني معروف منذ الأزل بالشجاعة والغيرة والحمية والفزعة، عندنا كأنها فرض واجب، وهذا شيء معروف عند الكل. لكن يا خبره لي منعكم لا نفهمش الفزعة غلط. فلما يجيك أي إنسان يطلبك في فزعة لا تشل البندق وتروح تقتل وتسوي لك مشاكل وتكبرها على نفسك وعلى صاحبك بدون ما انت عارف ايش السبب ولا ايش خلاف. فعندما يجي انسان يطلبني فزعه او صاحبي يطلب مني فزعه، وخاصه فزعات المشاكل والقضايا، اولا اتاكد ايش الخلاف وايش اللي حصل، اشوف هل صاحبي على حق ام على باطل، هل صاحبي ظالم ام مظلوم. فان كان صاحبي على حق او مظلوم فما بفلته نودي راسي معه، وهذا الشيء معروف عند الكل. وإن كان على باطل أحاول أدله للصحيح وراجعه بالحق وأقدم نصيحتي له. إن تراجع كان بها، ما تراجع أقول له تحياتي لك. أنا ما أقدر أفزع معك وأنت على باطل، لأنه حتى الفزعة لازم نرضي بها الله تعالى قبل الصاحب. ثانيا الضعيف، لا تستهين بإنسان مسكين أو يتيم أو عاجز ولا تستضعفه، لأنه بيوم من الأيام باديك ردة فعل منه ما تتوقعها. إذا ما جاءت منه باديك من السماء وينصفها الله منك أمام كل الناس. ثالثا لما تكون من الله في خير وربي ساتر عليك وعندك فلوس وسيارة وسلاح، انتبه تربية أولادك. ابنك لا تدلله أكثر من اللازم وتعطيها الفلوس والسيارة والسلاح وهو ما هو عارف لا بالصح ولا بالغلط، فقد يمكن دلالك هذا يوديه في 60 داهية وتخسره وتخسر نفسك وتخسر حياتك، والسبب هو عدم التربية على الأصول والقيم والأخلاق. والمعذرة لو طولنا عليكم، وأتمنى من كل من شاهد هذا الفيديو أن يشترك بالقناة ويفعل الجرس ويشارك الفيديو من أجل توصيل الرسالة للناس الآخرين، والقادم أفضل إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا.